سلام الله عليكم. في فيديو ملحمي غادي نوقفوا على كيفاش أن الإنجازات ديال الملك محمد السادس في قطاع الرياضة وعشية انطلاق العرس الكروي القاري الكان، هاد الإنجازات غادا تبعثر الهرمونات ديال النظام العسكري الجزائري، منهم من يمدح ومنهم من يتنكر حتى لذكر اسم المملكة المغربية، ومنهم من هو معجب بالبنى الخرافية هنا في بلادنا، ومنهم كذلك من طلب منه الصمت لأنه إن تكلم فسيفجرها داخل الجزائر. هادشي الإخوان والأخوات كلشي غادي نسلطوا عليه الأضواء لأضعكم في صلب الحدث. ثم غادي نشوفوا الاعتذار ديال اللاعبين الأردنيين لطارق السكيتيوي، ثم غادي نشوفوا كذلك الغراب الناعق حفيظ الدراجي واللي لا يملك من الغراب إلا الاسم، أما الذكاء فبعيد كل البعد على هذا الشخص. فغادي نشوفوا كيفاش غادي يبدا يهلل ويطبل لكرة القدم المغربية، وكيفاش أنه غادي يرشح المنتخب المغربي للفوز بهذه التظاهرة. ثم غادي نشوفوا كذلك في هذه الحلقة تداعيات ديال الانتصار والفوز ديال المنتخب المغربي بالكأس العربية الغالية. غادي نشوفوا اشنو واقع عند الأردنيين حتى اليوم، ثم غادي نشوفوا اشنو واقع عند الغزاويين اليوم، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا اشنو واقع عند الكوفيين وخونة الداخل اليوم واللي حتى الآن ما كيهضروش. واخبار اخرى متفرقه واللي كيبقى في المقدمه ديالها النهايه ديال نظام قيس سعيد، مدينه تخرج البارحه عن بكره ابيها وتطالب براس هذا الفضاء المسمى قيس سعيد. واخبار اخرى متفرقه قيمه مهمه بطبيعه الحال، وكما عودتكم دائما ضروري ما نستهلوا بها الحلقه ديال اليوم. لكن قبل كل هذا وذاك رجاءنا الاخوان والاخوات ضغطوا على زر الاعجاب، خليوا لنا التعليقات، وما تنساوش انكم تشاركوا هذا المحتوى باش ان الرساله ديالكم توصل الى كل من يهمه الامر. شكرا لكم مره اخرى، وندوزوا مباشره الى التفاصيل. سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومتجدد من قناة كشف الخبر، حلقة بتاريخ السبت 20 دجنبر 2025. صراحة أنا كان نقرأ التعليقات ديال الإخوان وهما كيتجاوبوا مع يعني الإلحاح ديالي على الضغط ديال زر الإعجاب، والكثير كيقول يا نور الدين أنا راه مجرد ما كيطلع لي الإشعار، راكم نتوما هما الكل في الكل، نتوما راه هما كل شيء بالنسبه للقناه، نتوما هما داك الكابيتال، نتوما داك راس المال الذي لا ينفد. عارفينكم قلتها ولا ما قلتهاش، ضغط على زر الاعجاب فراكم نتوما القناه بكم بشكينه، واعرفكم واحد واحد، فشكرا لكم من القلب. رسالتي الى الاخوان اللي ما كيردوش البال، وهذا الشيء عادي، فذكر، وغادي نبقى ان شاء الله دائما اذكر بالضغط على زر الاعجاب وترك التعليقات، وندوزوا للتفاصيل. اكيد الاخوان والاخوات الصدمة كانت قوية على الإخوان ديالنا بالأردن، كانت قوية بزاف الإخوان والأخوات، منهم من صدمه الوصول إلى النهائي، لأنه هذا المنتخب كان ما معروفش أصلا، حتى جاء يعني المدربين المغاربة كنهضر على عموته وبعده يعني جمال سلامي، ومنهم من صدمته الطريقة ديال الإقصاء ديالهم، لأنه واحد الوقيته تقريبا دارونا في كرشهم، فاللي دا شي شي داه واللي ما دا والو كيف ما كنقولوا باللغه الدارجه طاع لعين قفاه. وعارفين بانه الكره القدم فيها المنتصر وفيها المنهزم، ولو اننا انهزمنا ما كناش غادي نبقاو نهضروا حتى اليوم. لكن سالات التظاهره وبقى المواطن الاردني مصدوم، كيعطس كيقول الحمد لله، كيتذكر حمد الله، كيقفز. منهم من يعني لما يتحدث على صلاه المغرب كيقول في عوض انه يقول 3 ديال الركعات كيقول 3 ديال ركلات الترجيح. نعم هذا هو الواقع ديال الحال، ما عندنا ما نديروا لهم، فاكيد غادي يكبروا وينساوها. لكن انا حبيت انني نشارك معكم هذا المقطع ديال الفيديو فقط على سبيل الدعابه، فعارفين بانه كره القدم فيها المنتصر فيها المنهزم. وقلته منذ البدايه لو انه كان بالامكان ديالي انه هذيك الكاس العربيه تقسم على جوج، كونوا متاكدين بانه خاصنا نطلعوا البوديوم بجوج. لنتابع. ايه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد قليل في الأردن سيصلون صلاة المغرب 3 ركلات، عفوا 3 ركعات. ما بعرف إذا ممكن الشيخ يحرمها أو كذا. ورغم يعني المعاناة اللي كيعانيوها، خصوصا نتحدث اليوم على الظروف المناخية القاسية، البرد، الجوع، العطش، مساكن مخربة، إلا أنهم خرجوا عن بكرة أبيهم
يغنون ويتغنون بالتألق ديال الأسود، ماشي فقط في منطقة واحدة وإنما في كل المناطق ديال غزة وحتى الضفة، ومنهم من احتفل خارج التراب ديال غزة. لكن ما يهمني هو الاحتفالات ديال باب القدس. لنتابع. جات الأم العربية وعاش المغرب، عاش عاش يا مغرب فيك إلى حين كلهم هذا وهنا عاش المغرب، عاش 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 المغرب، عاش عاش السؤال اللي كيتطرح، فشكرا اولا للاخوان ديالنا بفلسطين، ونتمنى من الله ان كل المشاكل ديالكم تحل. علاش الاخوان ديالنا بفلسطين كيحبونا لهذه الدرجه؟ لانه عودناهم على الاحترام، والمغرب ليس من اسلوبه الرياء بخصوص كل ما نقدمه من مساعدات، وكنعتبروها صدقه جاريه لوجه الله، بل ضروره ملحه، بخلاف البلد اللي حدانا واللي من اي شيء يعني يجاهر به ويطلع في اعلى العمارات عندهم وكيهضروا وشوفوا اشنو قدمنا للاخوان ديالنا بفلسطين. بل الاكثر من هذا وذاك، يرون اليوم في المملكه المغربيه واحد السيف بتار واللي اكيد يمثلهم، كان بالامكان ديالهم انهم يوصلوا، بل على العكس من ذلك، يعني قدموا مباريات جميله، لكن يرون انفسهم في المملكه المغربيه، فهذا هو السر ديال الحب. واذا كان الاخوان والاخوات اليوم، يعني الإخوان بفلسطين يحتفلون والأردنيين منزعجون، فالإماراتيون حتى هذه اللحظة لا زالوا كذلك يحتفلون ويقدمون آلاف الأدلة على الحب ديالهم للمغرب والمغاربة ملكا وشعبا. هنا أكيد غادي نشوف واحد الإماراتي شاد واحد المقرر دراسي فيه الصورة ديال الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكذلك زايد، واحد الصورة جميلة جدا لما زار هنا المملكة المغربية في البداية ديال التأسيس ديال الإمارات، وكيفاش أنه تلقى واحد تشجيع وكذلك دعم على كل المستويات والأصعدة. وكيف ما كنقول دائما، ولاد الخير وبنات الخير هم اللي كيبقاو يعترفوا بالجميل مهما أخطأت في حقه، مهما قلت، إلا أنه دائما كيبقى الخير بين عينيه، خصوصا إذا كان الوقيته اللي قدمتي ليه فيها الخير كان في أمس الحاجة إليها. أولاد عديمي الأصل راه واخا تعطيه كلوته كيتنكر لك، يقول لك مني ما عطيتنيش الكلوه الثانيه حتى هي انت ما كتسوى ما تصلح. فاسمعوا شنو كيقول الإخوان والأخوات هذا الإماراتي بهذا الخصوص. ليش نحن نحب المغرب؟ لأن هذيلا هم آبائنا، لأن هذيلا هم علمونا، لأن هذيلا هم أسسونا، فنحن علاقتنا طيبة. نعم، هذا الموضوع الإخوان والأخوات كيحيلني لواحد النقطة مهمة جدا. احنا جايين نشوفوا كيفاش أن الهرمونات ديال الجزائريين، إعلام وحكومة ودولة ونظام وكذا وكذا، تخربقت، ما بقاو عارفوا فين يشدوا. فراه لما الدولة تبغي تحبك في دولة أخرى، راه غادا تقدم ليك وللتنشئة داك الشباب، داك التلاميذ، داك الطلبة، تهضر عليك بالجميل، اوتوماتيكيا غيحبوك. هذا هو السؤال اللي اليوم كيتردد على المسامع ديالنا، علاش حنا ما عندناش مركب نقص تجاه الجزائر، والجزائريين كيكرهونا، او لا حتى كيفرحنا، ومني كيمشي ليه كيبدا كيسب ويشتم. ورا المنهاج التعليمي ديالك اولا الاعلام ديالك دابا راهم مسيان بحال بعضياتهم، ما علمناش شي حاجه. حنا بالنسبه لنا الجزائريين، انا شخصيا كنت كنعتبرهم بحال تونس، بحال مصر، بحال باقي البلدان. هادشي راه حتى 2018 نعم عارفين، ولكن ماشي بديك الدرجه. انا ما اكتشفتهم حتى المجيء ديال عبد المجيد تبون وشنقريحه، عادي بديت كنتبع. لكن لما كتمشي المناهج الاعلاميه ديالهم يعتبرون المغرب بانه لا فرق بينه وبين الكيان الصهيوني. المغرب يقتل، المغرب يبيد، المغرب محتل، المغرب. شنو غتنتظر من المواطن اللي النهار كامل هو كيسمع التهويل والتخويف والرعب من شي حاجه اسمها المملكه المغربيه؟
لكن لما جاو هنا حنا جايين وغادي نشوفوا اشنو وقع. لكن الا كانوا الاخوان والاخوات هاد الجزائريين رباوهم الجنرالات الكفره بالله، وكذلك هاد الاماراتيين رباهم زايد. فهاد الملاعين اللي عندنا هنايا، هاد الظلاميين، هاد المتأسلمين، هاد عبدة الكوفية والتجار القضية، شكون اللي مربيهم؟ دابا العالم يهنئ، العالم يحتفل، الغزاويين واللي جاعل منهم هاد الكوفيين واحد السجل تجاري محفظينه بالاسم ديالو من اجل تصفيه الحسابات ديالهم الضيقه مع المملكه المغربيه. فالغزاويين خارجين كيحتفلوا معنا. هل سمعتم، هل رايتم تدوينه او لا تعليقه لحسن بالفاشل او لا الهرباوي او لا ابدا؟ ويحمان وانت غادي عز ابدا. لكن مجرد كما كتوقع غير شي حاجه بسيطه كتصيبهم هما الوالا، تحدثوا بالسوء على البنى التحتيه هنا لما تساقطت امطار الخير، تحدثوا على ما وقع في اسيا وكاننا نحن لا نهتم بهذه الامور. لكن لما يتعلق الامر بالامور المهمه، النجاحات، ما كيهضروش. هادشي اشنو كيعني؟ راه كيف ما قلت لكم مهما وصلت مراتبهم في الاوراق، لكن الحقيقه ديالهم انهم بلداء واغبياء. حتى باش تعطي لراسك واحد المصداقيه، لما تكون حمراء قول حمراء، ولما تكون كحله قول كحله، ولما تكون خضراء قول خضراء. حتى الكحله كتزيدها كحوليه اكثر، والخضراء تردها كحله، وكل شيء كتردو كحله. هذا هو السر اللي خلاني بعدا انا شخصيا نوصفكم بالعدميين، بل الاكثر من هذا نوصفكم كذلك بالخونه، لانه من لا يجري في عروقه الدم ديال حب المملكه المغربيه، او لا كيحاول انه ينتقد المملكه المغربيه مع اول نقطه مشكوك فيها، والله العظيم هذا الشخص هذا بانه خائن ومصمم عليها بيديه وبرجليه. وقال صاحب الجلاله الله يحفظه الله يطول في عمره في احدى الخطابات ديالو، يعني بحال كنقولوا ما معناه التوطنيات لا تقبل القسم على جوج. ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي منزله، ما كاينش شي منزله ما بين يعني حب الوطن وخيانه الوطن، ما كاينش شي منزله وسطى، اما خائن واما مواطن صالح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نزيدوا لمتفرقات الاخبار قبل نمشيو للموضوع الرئيس، وهنا غادي نمشيو مباشره عند قيس سعيد. لم تشفع له لا هذيك 7000 جزائري اللي جابهم هنا كيقولوا حيا قيس سعيد، لم تشفع له كذلك هذيك الخرجه ديالو البارحه مع ما تسمى عنده بالوزيره الاولى، كيقول لي بان هذيك الوثائق اللي تسربات من تركيا واللي كتاكد بالحجه وبالدليل على انه راه صافي وقع على الاحتلال ديال تونس من الجزائر، هذه الامور كلها لم تشفع له. خرج الاخوان والاخوات المواطنين الجزائريين التونسيين عفوا الجزائر ما يقدروش يخرجوا بقابس، فبعد ما كانوا كيطالبوا من قيس سعيد انه يعني يوقف هذاك المصنع الكيماوي، ما بغاش، ما تفاعلش معهم، فخرجوا كيقولوا له برا يا قيس سعيد. لنتابع. رئيس بلا قرار يمشي شد الدار، رئيس بلا قرار يمشي شد الدار. ديجاج 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 يريد تفكيك الوحدة بالشعب. نعم، البارحة الإخوان والأخوات غادي نشوفوا كيفاش أنه واحد جوج ديال الملاعبية من المنتخب ديال الأردن خرجوا كيعتذروا هذيك اللقطة ديال طارق السكيتيوي، كيمد يدو ليهم باش أنه يصافحهم، هما ما بغاوش. الموضوع حنا هضرنا عليه، لكن البارحة جوج ديال اللاعبين قدموا الاعتذار، الحارس واللاعب الآخر اللي كان من موراه نسيت الاسم ديالو، ولا لا يهمني أصلا الاسم ديالو مادام الأخلاق ديالو بانت. فقال لك بأنه نعتذر للسكيتيوي، وهذه الخطوة فهي غير مقصودة دون أن يقدم أي تبرير. كان بالإمكان ديالو أنهم يقدموش تبرير، يقولوا بأنه راه التموقع ديالو ما شفناش، كنا كنظنوا بأنه فقط من اللجنة المنظمة، وحنا العديد من الأشياء اللي تقال. لا، نعتذر وهذا التصرف غير مقصود. سيدي ما كاينش مشكل، لا حاجة لا باعتذاركم ولا بالتصرف ديالكم مقصود أو لا غير مقصود،
فما رأيناه في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم بعد نهاية المباراة يؤكد على أنه يا ريت لو أنها كانت غير مقصودة، ويا ريت أنكم غير ما تعتذروش. وهنا أكيد ندوزوا للموضوع الرئيسي ديال هذه الحلقة، ونبداو الإخوان والأخوات بهذه الصورة. ركزوا لي الإخوان والأخوات على هذه الصورة هذه. مجرد ما كنشوفها كنتذكر واحد بحال الحافلة كتبان بحال اللي مغطية مصفحة ما فيها الدجاج، كنا كنقول لها الساكة ديال الكار. على الأقل الناس ديال جديدة والنواحي سيدي بالنور الزمامرة حد ولاد فروج وكذا إلى غير ذلك، كنت غادي في اتجاه مدينة الدار البيضاء سيدي سعيد المعاشو. ففي التسعينيات وانت راجع إلى الوراء كانت ما يسمى بالساك، واحد بحال هكا على شكل يعني كار عامرة لداخل بالكار، روها كازا ها ماركيز ها فافوريت، هذوك كاع دوك السميات. وكنت كنشوفها كتجي يعني كياخذ من عند الناس الكراطن ديال الكار. هذه الحافله الاخوان والاخوات هي اللي كانت كتنقل اللاعبين ديال القوه الضاربه في الشان. نعم القوه الضاربه في الشان عندهم هناك، هذا هو احسن ما كاين عندهم. فالبارحه غادي يخرج الاعلام ديالهم الاخوان والاخوات وغادي يعني يسلط الاضواء على هذه الحافله واللي غادي نشوفوها دابا ايقونه واللي مسخرة لخدمة كل المنتخبات التي حلت هنا بالمملكة المغربية من أجل المنافسة على الكأس الغالية الإفريقية، كأس إفريقيا للأمم. شوفوا الإخوان والأخوات. تبارك الله ما شاء الله، اللي ما عجبناه نفقصوه خصوصا مع الكراغله. فهاد الحافله الاخوان والاخوات اللي اذاعت الصوره ديالها سميتو القناه التلفزيونيه البلاد، فصبت نفس المقطع ديال الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وانا نقلتها من عندهم. حتى اش غنقول لكم، مصينهم شوف مصينهم باش حنا نهضروا بديك اللغه ديال مع بعضياتنا. ملي كتوصي ولدك كتقول له شوف حنا غاديين عند الناس، تحط الماكله ما ديرش كذا، لا ما ديرش هكا، وكاين اللي كيخربقها لك. فمصينهم مع بعضياتهم، راه واحد الانبهار، واحد الفقيس على الدوله ديالهم، راه ما يمكنش لي انني كاع نوزنها، خاصني شي ميزان في شي شكل. لكن لما كتشوف الاعلام ديالهم يلتزمون الصمت وكيحاولوا هذه الامور ما يعطيوهاش واحد الوهج اكثر. فكنقول لهم نية العمى في عكاز وزيدوا. بل الأكثر من هذا وذاك، منهم من خرج إلى الشارع والفيديوهات بالمئات، وانا نقلت لكم غير واحد. اشنو كيقولوا على المملكة المغربية؟ شي داك اللي كان مربوط وسيبوه، هذا هو الحال ديال الجزائري. بكثرة من الإعلام ديالهم يسب يشتم يتطاول يصور يعني واحد الصور سوداوية على المملكة المغربية، كيظنوا بأنهم جايين للمملكة المغربية سننتقم منهم شر انتقام، كنتسناوهم بالسيوف غير يدخلوا، فإذا بهم غيصيبوا النقا. كلهم يتحدثون على النقا لأنهم عايشين في الكوري، كلهم يتحدثون على الرقي، على الهدوء، على داكشي ما يا سلام. وهنا ناخذ لكم غير واحد المقطع ديال الفيديو من 27 ثانية. سمعوا هذا الجزائري مسكين مصدوم، راه ما بقاش عارف راسو واش غيمشي يتفرج في المباريات ولا يحضر لي الافتتاح او لا غادي يبقى يدور ويصور ويدير في الفلوقات للسكان ديال الحظيره ضاد بالرقبه. لنتابع. ما كاش بلاد افريقيه داير كما هاك يا خوتي، كما المغرب. حوس الجزائر كامله يا خوتي، ما تلقاش مكان واحد كما راكم تشوفوا ما شاء الله. والله غير شغل دبي يا خوتي هذه، الله يبارك. والله غير المغرب هرب يا خوتي، والله ما شاء الله. المغرب هذه ولا امريكان يا خوتي، والله غير شغل اوروبا يا خوتي هذه، ما غيرش المغرب. والله يا خوتي المغاربه يعطيكم الصحه، والله غير راكم خدمتوا بلادكم، الله يبارك. بلد عالمي هذا يا تبارك الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. وهذه هي المملكة المغربية، وهذه هي أرض الشرفاء، وأكيد نعرف قدرنا لا نتطاول على أحد، وفي نفس الوقت مركزين على المستقبل ديالنا. وكنذكر واحد المسؤول ديالي كبير وكان معنا في واحد الاجتماع قال لنا علاش هذاك العود كيديروا دوك اللي كنسميهم حنا الدراجات على هنا وعلى هنا، اولا ديال الكورس داك اللي كنت في السربه، علاش كيديروا له هذوك الدراجات هنا وهنا باش ما يبقاش يتلافت لصاحبه.
باش يركز على الامام ديالو. فهذا هو الحال ديال المملكه المغربيه، ركزت على مستقبلها واخذت من الدول المتقدمه هدفا. ولو اننا حيدنا هاد الدراجات بقينا متابعين هاد مساخط الوالدين بلغه السب والشتم، كونوا متاكدين باننا كنا غنكونوا في حالهم ولا اقل منهم. راهما بالغاز والبترول شوفوا الكوارث اللي عندهم اليوم كيف دايره. فكيفاش غادي يكون الحال ديالنا؟ لكن اخترنا العديد من الطرق واللي كلها توصل الى روما الازدهار والتقدم، والحمد لله احنا غاديين في الطريق الصحيح. غادي يخرج الاعلامي ديالهم او الغراب الناعق، وهنا اتحدث على حفيظ الدراجي. وانا اطرح السؤال: ماذا تغير يا حفيظ الدراجي؟ هذا الاخير غادي يسلط الاضواء على يعني الاحتماليه، الا بغينا نقولوا او لا ما نقولش حنا كاع احتماليات، غادي يتطرق للموضوع ديال ترشيحه يعني حفيظ الدراجي للمنتخب المغربي للفوز بالكأس الافريقيه. ولا ما غاديش يهضر كيف ما كانوا كيهضروا في المونديال ديال قطر ضربه حظ ولا يذكرون اسم المملكه المغربيه او شيء من هذا القبيل، وانما غادي نهضروا على بنيه قاعديه، اساس متين، واللي خلى اننا نشوفوا كره القدم فين وصلت ليه اليوم، بل الاكثر من هذا وذاك، وبدون خجل، لانه الحقيقه عندهم تخجلهم، وبدون خوف لا من عند شنقريحه ولا من غير شنقريحه. غادي يبدا يعدد المنتخب المغربي فاز بالميداليه النحاسيه الرتبه الثالثه في سميتو اولمبياد باريس، هضر على الفوز ديال اقل من 20 سنه بكاس العالم، هضر كذلك على الفوز ديال سكيتيوي بالشان، هضر دابا على الفوز بكاس هكا، وكيهضر على انه تشغيل المنتخب الرديف وما ينتظر المنتخبات الافريقيه. فهناك منتخب يعني مليء وتبارك الله كل نجوم، وكيقول لك بان ورا المغرب الاوفر حظا، لا من ناحيه الاساس، لا من ناحيه البنى التحتيه، لا من ناحيه البنى التنظيميه، لا من ناحيه الملاعب. سيد ما خلى ما قال. فكنقول لحافظ الدراجي: ارحمنا يا حافظ الدراجي، قل هاتوا المغرب، قل اشياء سيئه، وهذه الامور اللي كتهضر عليها راه بشاره سوء، لا بالنسبه لنا ولا بالنسبه لوليد الركراكي. فنحن تعودنا على الوقيته اللي كتسبونا وكتشتمونا وكتشجعوا الاخرين فاوتوماتيا نفوزوا، لكن لما كتجيو في الاتجاه ديالنا فالامور لا تبشر بالخير. بصراحه هذا هو الاعتقاد ديالي، وهذا الشيء اللي اكتسبته من تجربه معكم. دائما السؤال اللي كنطرح: ماذا تغير اليوم الاخوان والاخوات؟ الانجازات والمنجزات ديال صاحب الجلاله الرياضي الاول، واللي ترجمها على ارض الواقع على الاقل في كره القدم. تحدث هنا على فوزي القجع، فبعثرات الهرمونات ديال النظام العسكري الجزائري، تراه يسب وفي نفس الوقت يعني متحمس وينقل اخبار جميله وجميله جدا على المملكه المغربيه. كيف لا؟ احنا شفنا اشنو كيقول حافظ الدراجي. اجيو تسمعوا ليا اشنو غتقول احدى القنوات ديالهم الرسميه واللي عودتنا على نفس السموم ديالها على المملكه المغربيه. ممنوع كل المنع من انها تذكر اسم المغرب. طياره خاصه خديناها من تونس في خط مباشر الى الكان، سيبداون الكان وكذا، شي حاجه اسمها المغرب ممنوعه. واش هاد الناس مازال ما وصلاتهمش هذيك المذكره التحذيريه الصادره على شنقريحه من اجل فتح باب المصالحه مع المملكه المغربيه والرضوخ الى امر الواقع والانبطاح على البطن، او لا شي شادها وشي شادها؟ وان كنت انا شخصيا، وهذه وجهه نظر ديالي، احترنا لهم الهرمونات، ما بقاوش عرفوا واش يقولوا المغرب مزيان ولا المغرب خايب. لنتابع. حيث من المنتظر أن تنتقل بعثة المنتخب الوطني الجزائري اليوم على متن رحلة خاصة لدخول غمار منافسة كأس إفريقيا 2025. للعلم المنتخب الوطني الذي يشارك للمرة 21 في تاريخه يستهل مشواره يوم الأربعاء المقبل ضمن المجموعة 5 بلقاء السودان على الساعة 4 عصرا. هذا وقد واصلت أمس عناصر التشكيلة الوطنية تحضيراتها بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى استعدادا للمنافسة.
في أخبار الرياضة وفي كرة القدم، غادرت بعثة المنتخب الوطني أرض الوطن على متن طائرة خاصة تأهبا للمشاركة في كأس أفريقيا 2025. وغاب عن الرحلة اللاعب حسام عوار. صافي شي حاجه اسمها المغرب فين مشى الله اعلم، مشاو لشي بلد ترونسبارون عديم سميتو عديم ما عندوش لون، بحال اللون ديال الهواء النقي بطبيعه الحال، ماشي الهواء المتسخ ديال الجزائر. نعم، شوفوا لي قمه المرض، شوفوا لي قمه المرض والكارثه الاخوان والاخوات. هو واحد الترفع وواحد العنتريات واحد هكا، انا ما عرفتش منين جابوها. على الاقل بعدا غتصيب البارح واليوم الريه ديالهم تنقات تبارك الله بهذاك الهواء النقي والعليل ديال مدينه الرباط. واللي اكيد شوف راه الخروج من الدور الاول او لا حتى من ثمن، لا بالنسبه للمنتخب المغربي ولا المنتخب الجزائري سيكون له مفعول، يعني القنبله المغناطيسيه. لكن في المملكه المغربيه، وهذا ما لا اتمناه، سيخلق جدل واكيد سنصحح ونتمنى الله ان هذه الامور ما توقعش، لكن غيبقى في اطار كره القدم، في اطاره الرياضي. تعودنا على الانتكاسات وتعودنا كذلك على الانتصارات، تعودنا على التألق وتعودنا كذلك على الخروج ونحن يعني خاوي الوفاض، خصوصا في كأس إفريقيا. فكنقادوا وكنزيدوا إلى الأمام. الجزائر لا، عندهم نفس المشكل ديال المغرب، وأكيد سيخرجون من الدور الأول والأيام بيننا، لكن عندهم كذلك مشاكل أخرى ذات طبيعة سياسية. اليوم راه غير هاد التخربيقات ديال الهرمونات، لانهم اكتشفوا عالم اخر، ماشي الجزائريين هادو اللي كيجيو على برا، الجزائريين ممنوعين. الا مشيتي غادي معاك 7000 درهم غادي ديرها في جيب المغرب، ما خلاهمش يجيو. هادو غير الجاليه اللي على برا، رغم انهم عايشين في اوروبا راه مصدومين دابا، رغم انهم عايشين على برا راه مصدومين. وكاين اللي مشى بطريقه ملتبسه الى تونس ودبر على فلوس من تما وجا، راه حتى هما كاينين هنايا. لكن راه الامور والكارثه هو الامور السياسيه. نظام العسكري جالس تنفس الصعداء وكيقول الله، على الاقل غادي نسرحوا القطيع واحد 14 يوم ولا 15 يوم ولا ما يزيد، لكن باش انه يتقصى من المنتخب ويجي من الدور الاول ويشوفوا المنتخب المغربي غادي الى الامام، كونوا متاكدين بانه ستقع كارثه هناك. وما غاديش نهضروا على قنبله كلاسيكيه، وانما سنتحدث على قنبله مغناطيسيه، بحيث انه الانفجار ديالها لا يهشم لا الاجساد ولا الزجاج، كتسكت من الداخل كطيح، حتى كيصيبوا يقلبوا كيصيبوا القلب ديالك ساكت. فهذا الشيء الاخوان والاخوات اللي غادي يوقع في الجزائر، وهذا ما نتمناه. واخر ما اختم به هذه الحلقه هو هذا المقطع ديال الفيديو، واللي قبل نخليكم تشوفوه. كل المنتخبات اللي كتجي يتم استقبالها بالاهازيج وبالفلكلور ديال هذيك المنطقه، بحال ما شفنا في تغازوت، بحال كيف ما شفنا بمدينه يعني الرباط، كذا العديد من المدن شفنا الاستقبالات. وحتى اللاعبين ديال هذوك المنتخبات جايين وفرحانين وكيتجاوبوا، شي كيشطح شي كيرقص، والعادي دخلوا الى مواقع التواصل الاجتماعي وتشوفوا. الا الجزائريين جايين مقرصينهم، كيقولوا لهم ما تبينوش على الانبهار ديالكم، ما تضحكوش في وجهكم، ديروا غير ديك الحركات. بحال اللي كتخيل لي شي ما عرفت البرازيل في ايامات البرازيل، هادشي اللي بغينا نقول. وجايين وغاديين مركزين على الامام، لانه مع اول حركه سيفضحون، ومع اول تعبير للانبهار ديالهم سيفضحون كل ما روج له النظام العسكري الجزائري. لكن رغم كل هذا وذاك لا تهمنا. احنا غادي نشوفوا المقطع ديال الفيديو، نخليكم تشوفوه دابا نيت، يلا ونعلقوا عليه لينو تاعي. اشنو غتقولوا لي هاد الاشخاص لما يرجعوا لبلادهم؟ سكتوا دابا امام الاعلام، ولكن راه القلوب ديالهم ما سكتاتش. هاد اللاعبين هادو اللي نهار كامل نتوما المغرب غيجيو يشوفوا الملاعب، يشوفوا التنظيم، يشوفوا الماكله، يشوفوا امور كيف دايره، تبارك الله ما شاء الله. واش ما غينقولوش هادشي للجزائريين؟ واش هذيك الجماهير اللي جات ما غترجعش للجزائر وغتنقل هاد الامور كامله؟ راه شوف، راه مهما طال الليل كيطلع النهار وكتطلع الشمس وكتبان الحقيقه وتعرى السوءات، وسوءتكم اول ما ستعرى، باش نكونوا واضحين.
وهنا دائما راه هذا هو التفسير ديالي لهذا التغيير ديال الهرمونات. راه غير اللي بان لك اليوم يهلل ويطبل للمملكه المغربيه على راس محافظ الدراجي راه قبل بامر الواقع صافي كيقول وما عندي ما ندير، انا نبقى انا غنقول في الاكاذيب انا تفضحت والمصداقيه ديالي على المحك. وكاين منهم اللي كيقول لك ما عندنا مصداقيه، الرئيس براسو كيكذب فخلينا غاديين في الطريق على الاقل نبردوا على المكنونات ديالنا. واكيد انا بالنسبه لي التظاهرات الرياضيه الكبرى واللي ضدها العدميين والخونه والطابور الخانز الى غير ذلك راه ما باغينهاش لانها تنقل الصوره الحقيقيه للمملكه المغربيه واللي كيحاولوا انهم يغطيوها. نعم ما عندناش حنا كنهضروا على البلاد وكانه نعم عندنا امور جميله وجميله جدا وتفوقنا على القارات، وعندنا امور اخرى واللي صراحه يندى لها الجبين، والدور ديالنا اننا كنحاولوا نفضحوها ونوقفوا عليها نقطه بنقطه باش لعل وعسى يتم التصحيح ديالها. ويكفي انكم تدخلوا الى الخط التحريري ديال القناه المسمى نور الدين ماجي وشوفوا المواضيع اللي كنحط هناك. شكرا لكم. هذه خلطه البلاد، هذه خلطه البلاد هي مندوج ديال داميه بيو. داميه بيو حضرت لكم هذه الخلطه رائعه. انا نقول لكم واحد القضيه، ملي كنجي هنا لكندا كنجيبها معايا، حيت هاد كندا ملي كنجي ليها ما كاين غير البرد ديال المعقول، ما كاين على العطاس الرواح تيحضروا عليا الحلاقم، ولكن ملي كندير هاد خلطه البلاد كنرتاح الحمد لله. كل شيء فيها ديال النحل، داكشي كل شيء بيو. جربوها وردوا عليا الخبار.